رفيق شكري بالعيد. أردنا بهذه المصاحبة الرمضانية مع أهلنا في سيدي بوزيد أن نقدم حركة تمرد بعد موجة التشويهات التي نالتنا، وكذلك نوضح للرأي العام والإعلام التونسي من يشوه حركة تمرد، من يتصيده، وما هي حقيقة حركة تمرد في تونس. أولا إن حركة تمرد انطلاقتها لم تأتي من فراغ، بل لأنه أكثر من سنتين على اندلاع الهبة الشعبية، وبالرغم من تداول الحكومات وكثرة الوعود البراقة والبرامج الانتخابية المنتفخة، فإن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تفاقم، ووضع عموم الشعب من أجراء ومعطلين وفقراء ومهمشين يزداد تدهورا، والتناحر الحزبي على السلطة يدفع البلاد إلى حرب أهلية، وهذا ما لا نرجوه. وكل المؤسسات السياسية من مجلس تأسيسي إلى حكومة إلى ولاة ومعتمدين داخلون في هذه الحرب الضروس على إذا أردنا أن نسميها بتسمية حربية على تقسيم الغنائم. وقد أثبتت أن كل هذه المؤسسات مفلسة، وقد أثبتت أن عجزها في تقديم الحلول الحقيقية، بل أنها قد أصبحت تمثل جزءا من الأزمة بتكالب الحكام الجدد على جني الامتيازات واستيلاء على مواقع النفوذ وعودة نظام المحسوبية والمماطلة وتعيين حسب الولاءات. كذلك نلاحظ أن أصحاب الثروة من رجال الأعمال وسماسرة يزيدون في التغول والثراء، فيما السلطة الحاكمة تعتمد سياسة المماطلة والترهيب والتهديد، وتمضي الدولة نحو مزيد من الترفيه في الأسعار والتبشير برفع الدعم عن المواد الأساسية الاستهلاكية تلبية لإملاءات صندوق النقد الدولي، وتسعى لإلغاء منح البطالة وتسريح عمال المناولة، وتراجع عن كل المكاسب الاجتماعية التي فرضتها الجماهير خلال الفترة الأولى من الهبة الثورية، بهدف تحميل جماهير الشعب تكلفة الأزمة تحت لافتة مصلحة البلاد أو إنقاذ الاقتصاد الوطني، وتعمل جاهدة على إطالة هذه الفترة الانتقالية إلى حين التغول التام في مؤسسات الدولة وترسيخ فكرة الرهبة من النظام وسلطته. ودعنا نقول أن هذه الفترة الانتقالية لم تطل، بل طولت ومطتت حتى لتمليل الشعب التونسي وخلق مناخ حتى يكون عازفا عن الاهتمام بالشأن السياسي، وهذا طبعا لن يحدث بعد أن استعاد الشعب حريته من الدكتاتورية. لأن هذه الحصيلة الكارثية تثبت أن تسليم أمورنا لزمرة من السياسيين الراكبين على الأحداث، سواء باسم التوافق أو باسم الشرعية الانتخابية التي ندعو لها بالرحمة تحت مظلة المجلس التأسيسي، لا يمكن أن يقود إلا إلى إعادة إنتاج نفس النظام التسلطي ونفس الأساليب والخيارات الاقتصادية والاجتماعية بوجوه جديدة وديكور ديمقراطي يستلب حق عموم الجماهير في إدارة شؤونها العامة، وإحالة ذلك لزمرة من البيروقراطيين والمتسلقين الذين لهم لهم سوى التنازع والتكالب على السلطة والنفوذ. إن الوقوف عند حدود الاحتجاج ورفع المطالبات لن يغير في الواقع أمورنا شيئا، ونظام السيد بغض النظر عن وجود هذا الحزب أو ذاك في سدة الحكم يثبت في كل يوم أنه عاجز على تحقيق الحد الأدنى من تلك المتطلبات. فلذلك فإنه علينا في هذه المرحلة إما خيارين: إما الدخول في طور جديد تأخذ فيه الجماهير زمام المبادرة بإعادة تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية وفرض أمر الواقع من جديد، وإما استنزاف طاقاتها في حدود مطلبية ضيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهو من شأنه إعطاء الوقت للنظام بكل نخبه السياسية المتنازعة لتنظيم صفوفها مرة أخرى وضرب الوحدة الشعبية باسم الوحدة والتوافق الوطني، وذلك استثمار لنضالات الجماهير الخاصة لحساب الشعب فقط. ومن هنا جاءت فكرة حركة تمرد استجابة لما رأيناه من تطورات سياسية جديدة. قد كانت لنا مشاركة يوم 9 جويلية في المبادرة الوطنية التي دعينا إليها كطرف مستقل، لأننا نؤكد على استقلاليتنا. فتحرك تمرد هو حركة شعبية بقيادة ورؤية حزبية
بعيدة كل البعد عن الأطر والنظم والهياكل الهرمية التقليدية الكلاسيكية التي عاهدناها سابقا في الأحزاب والجمعيات. وقد شوهنا واستهدفنا من أطراف معارضة، وليست هنا أطراف الترويكا بل الأطراف المعارضة أراد أن تضرب وحدة التمرد بعد أن صرح بمطالبه في المبادرة الوطنية، والتي قلنا أنه إيمانا منا بضرورة إنجاح المسار الذي سطره شعبنا منذ 17 ديسمبر والنضالات التي سبقت ذلك والمتواصلة إلى حد اليوم، وفي إطار عملنا على صناعة الحلم الجماعي للشعب التونسي في حرية وعدالة وكرامة، والتزاما منا بانفتاح والتنسيق مع كل المجتمع المدني التي لم تجرم حق الشعب التونسي. وأمام ما سبق ذكره فإن حركة تمرد تتفاعل إيجابيا مع المبادرة الوطنية الداعية لتوحيد كل المسارات المناضلة في علاقة بمطالب الشعب. وسجلنا ملاحظات عدة، منها أن حركة تمرد قد باركت وحيت المبادرة الرامية إلى تفعيل تطلعات الشعب ومنها المبادرة الوطنية وتساندها على ألا تكون كسابقاتها الثرثارة. كذلك قد قلنا أن حركة تمرد إن دخلت إلى هذه المبادرة الوطنية وساندتها فإنها ستدخل المبادرة ككيان واضح المعالم محدد المطالب مستقل بذاته عن كل الأحزاب السياسية. وقد شددنا في تأكيد ذلك وقلنا أن الحركة شبابية واستقلالها التام، وأن قرارات التوحيد وقرارات سقف مطالبه من سحب ثقة المجلس التأسيسي واسقاط كل الصورة التي بثقت عنه يعود إلى حركة تمرد قيادة وقواعد. شكرا لكل لأمر الكلمة للتعريف بأكثر من مطالبنا إلى زميلنا وعضو في حركة تمرد أيمن الهاني. أولا نرحب بكم وبيا في سيدي بوزيد. شاركت معكم في مطالب حركة تمرد، وأولها هي حل المجلس التأسيسي كل صلة منبثقة عنه. كنقول حل المجلس التأسيسي كل صلة منبثقة عنه نعني أخيرا يعني ما يخفيش عليكم الهيئة العليا للانتخابات اللي تشكلت من مجلس تأسيسي خليني نقول فشل في المأمورية اللي خذاها في مدة زمنية معينة واللي هي مدة عام، واللي راهو انه حاليا فقد الشرعية نتاعو. ذاك علاش نحن حركة تمرد نعاودوا نأكدوا على مطلبنا الأول وهو حل مجلس تأسيسي وكل الصلات المنبثقة عنه. ثاني مطلب عنا هو تشكيل لجنة خبراء في القانون الدستوري تتسلم الدستور في مستواه الحالي ويعد لها مراجعة الفصول التي تم صياغتها وإكمال صياغة الدستور بما يتضمن حقوق الإنسان ويخدم مصلحة كل فئات الشعب التونسي، ويجيب خاصة إلى المطالب اللي قامت عليها الثورة التونسية في 14 جانفي: حرية، كرامة، وعدالة اجتماعية. 17 ديسمبر 14 جانفي. 17 ديسمبر مازالت متواصلة حتى اسقاط النظام كما قال خويا. نعاودها 17 14 اذا كان عطاني حاجه باش نعملها. انا باش نعاودها بصيغتي الخاصه. فقط تاريخ المطالب اللي جات بها الثوره التونسيه واللي مازلنا مواصلين بها. المطالب اللي جات بها الثوره التونسيه واللي مازلنا مواصلين بها ومانيش باش نسلموا فيها حتى لين تجي هيئه او حكومه تجاوب مطالبنا ذي. المطلب اللي هو حل كل التنظيمات واللوبيات التي تتبنى العنف ممارسة وخطابا. اليوم ما يخفيش عليكم اللي الناس الكل نتابعوا في الميديا، نتابعوا في الفيسبوك، نتابعوا في حتى في الشارع خليني نقول ثم تنظيمات تتبنى العنف في تونس وتتبنى كل ما سامحوني ما نناقش كيفاش باش نتكلم بالدارجه، ما نناقش كيفاش نفسرها. اما التنظيمات هذيا نشوفوا فيها اليوم توصل تهدد حتى بالقتل.
الكل من يعرض الحكومة في جميع مساوياتها يعني. اليوم إذا كان نخرج للشارع